الفتة واللحمة من الصواني اللي احنا بنحطها دايما في العقيقة أو في أعياد الأضحى، وأحيانا كتير بنشتاق لها في أوقات تانية. يلا نشوف طريقتها ازاي. بجيب معلقة من السمنة وبحط فيها قطع اللحم، بضيف عليها معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وحبهان وورق لوري، وبفضل أقلب قطع اللحمة لحد ما تتشوح كلها من جميع النواحي. بضيف عليها بصلاية كبيرة متقطعة 4/4 ومقدار المية ومقدار الملح وشوية من البهارات البيضة. بتاخد في الضغط ساعة إلا ربع. هنجيب بقى شوية من الزيت ونحط عليهم 5 فصوص مهروسين من التوم ونقلبهم لحد كده ما يتغير لونهم حاجة بسيطة. بنضيف عليهم عصير الطماطم، وبعد كده بنضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من البهارات البيضة ومرق الدجاج ومعلقة من السكر عشان حموضة الطماطم ومقدار الملح، وبنقلبهم وبنسيبهم لحد ما يتسبكوا. بجيب بقى شوية من الزيت على معلقة صغيرة من السمنة، بحط عليها الرز. هنعمل رز أبيض، ونفضل نقلبهم شوية كده لحد ما يشربوا السمنة والزيت. بضيف عليهم المية سخنة، كل كوباية رز بتاخد 1.5 كوباية من المية، وكل كوباية رز بتاخد معلقة صغيرة من الملح، وبنسيبهم لحد ما يغلوا وتتشرب المية على نار عالية. بعد كده بقلب الرز وبهدي النار على الآخر، وبس كده بنسيبه لحد ما يستوي. بجيب بقى صينية اللي هعمل فيها الفتة، وهجيب مقدار العيش اللي أنا هستخدمه وهبدأ أقطعه كده. المقص يا جماعة بيسهل جدا التقطيع. بعد ما أقطع مقدار العيش اللي أنا عايزاه، طبعا انتي بتعملي الكمية اللي انتي عايزاها، بحط عليها مقدار معلقة من السمنة البلدي، يا سلام بقى ممكن شوية كمان من زيت الذرة. بندخلها الفرن ونفتح الشواية، وبعد ما بتطلع سامعين تبقى مقرمشة كده. بجيب بقى دلوقتي خلاص التسبيكة كانت سبكت، بحط عليها مقدار شوية من الشوربة كده لحد ما احس ان الصوص تقيل بس مش تسبيكة، يعني خف شوية معايا. وبنقلبهم، وبضيف مقدار الخل، 1/4 كوباية من الخل. بنقلبهم، وبكده خلاص بقى صوص الفتة جاهز عندنا. بجيب بقى العيش وابدأ اضيف عليه الصوص الاحمر الكمية اللي احنا عايزينها لحد ما يبقى كل قطعة فيها صوص احمر، وبرضو شوية من الشوربة. بضيف الشوربة لحد ما العيش كده يطرى حاجة بسيطة معايا، يبقى مظبوط، مش يبقى يطرى على الاخر، لا حاجة كده مظبوطة. ضيفوا الشوربة يعني معلقتين، مقدار مغرفتين 3 على حسب ما العيش اللي انتوا حاطينه يقبل معاكي. وبعد كده بجيب الرز وببدأ ان انا اسويه فوق الوش. وبجيب بقى هنزين بقى يا جماعة، جبت هنا كيس تزيين وحطيت فيه شوية من الصوص. تقدري تستخدمي بقى بالمعلقة، او لو عندك علبة صوصات الكاتشب برضو تقدري تعملي بيها بنفس الطريقة كده. هنزين بقى كده من فوق الوش بالصوص الأحمر، وكل واحدة بقى هتزين بالطريقة اللي هي حباها. بتتقدم صينية الفتة معاها شوية من الصوص، واللحمة بقى في الشوربة بتكون مسلوقة أو متحمرة، وبألف هنا عليكم مقدما.